الجولة. نقول إن شاء الله بالتوفيق لشيخ الأندية نادي الشباب. ينضم لنا طبعا أبرز مدراء المراكز الإعلامية في الأندية والمتحدث الرسمي باسم نادي الشباب الأستاذ طارق النوفل. حياك الله معنا أبو محمد. يا هلا والله أخوي أبو نهار. حياك الله وإن شاء الله بالتوفيق لكم وسعداء بتواجدك المستمر معنا أبو محمد. يعطيك ألف عافية، بس ترك تأخرت على وعدك. معليش أنا عارف أن الساعة 12:30 عندكم، بس تعرف عاد الحلقة دسمة اليوم وتسامتها أنك موجود. والمستمعين يستاهلوا. الله يسلمك أبو محمد. آخر استعدادات الشباب، بكرة مباراة الظهر. الظروف احنا نعرف أنه أندية شرق آسيا عندهم خلينا نقول فرصة أكبر بحكم أنه في عز المستويات في منتصف الموسم الآن. احنا إلى الآن ما بعد بدينا رتم المباريات الرسمية. كيف استعدادات الشباب لأولى مباريات دور الثمانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد أن استعدادات مثل أي فريق بيلعب مباراة يوم غد إن شاء الله. يعني تبقى على المباراة 24 ساعة. دائما يكون الفريق ما يكون تمارين مكثفة، تمارين ثقيلة على اللاعب، تمارين خفيفة جدا. هي مجرد هي إحماء أكثر منها تمارين تكتيكية. منذ وصولنا الإعلام الياباني كان مركز بشكل كبير جدا، وكذلك الجمهور الياباني مركز على برودوم، وكذلك على اللاعب عمر الغامدي، اللاعب أحمد عطيف، وكذلك اللاعب نايف هزاز. نايف هزاز بالمناسبة في المؤتمر الصحفي لمدرب ريسول كاشيوا ذكر انه انا لا يهمني التعاقدات اللي عملها نادي الشباب في محاولة من تحسين موقفه الفني، ولكن انا اهمني شيء واحد اللي هو تعاقدهم مع نايف هزاز. يقول اخشى ما اخشاه هو نايف هزازي، والكل يعلم انه شرق اسيا كلها توظف من هاللاعب هذا. يحسبون له الحساب اكيد، خاصه في الارتقاءات ما يقصر. نعم. بس خلي الاطراف يشتغلون معي ابو محمد. ها ان شاء الله على قولتهم ان الله يوفقنا ان شاء الله ويشرون الجميع سواء من العمق سواء من الاطراف. النهايه ان شاء الله على قولتهم هو هداف ويستحق ان يكون هداف على المستوى العالمي ومستوى القاري وكذلك المستوى الانديه. بس بالمناسبه في حسابي في تويتر صورت صوره غريبه جدا. وجدت انه يعني قالوا انهم اعلاميين لكن انا متاكد انهم مش اعلاميين. كانوا معهم لائحه بصور واسماء اللاعبين الشباب، وكان معهم تربير يناظرون، فهم اسمعهم يقولون هزازي. فجيت بالانجليزي سالت مش فيه، قال هزازي موجود ولا لا؟ قلت نعم موجود. فحطوا عليه اكس على اسمه، كان هو الوحيد اللي باقي. كانوا يتاكدون من تشكيله الشباب او التشكيله هم يتوقعون انها موجوده، هل في اصابات ولا لا؟ طيب على طاري تويتر ابو محمد، احنا دائما نتكلم ان احنا المفروض كاعلام وكل المنتمين للوسط الرياضي دائما يقفون خلف انديتنا المشاركه وممثلينا طبعا خارجيا، خاصه في البطوله مثل هذه ودور حاسم دور الثمانيه. انت كتبت تغريده في تويتر وقلت شكرا للعميد والملكي والعالمي، ايش تقصد فيها؟ نعم. مين بقيت يعني؟ يعني ثانك يو. اي ثانك يو، ادري شكرتهم. ليش هذول تحديدا؟ وش تقصد بالملكي؟ لانه الملكي عليها نزاع، بس عشان اعرف اشوف في النهايه هو تويتر، لكن انا عارف انه رسمي تويتر. بس انت رسمي في تويتر ابو محمد. اي رسمي في تويتر، بس انا ماني بجي ابصم ولا اوقع يعني. لا تبصم وتوقع، بس توضح لنا الله يخليك. موقع تواصل اجتماعي هو دائما يبتعد عن يعني ما ناخذ عليه. لا خذ. انا بالنسبه لي تبيني رسمي خذ رسمي، تبيني والله سواليف تلقاني سولف، تلقاني احيانا يعني قلبها تشات، ما عندي مشكله. طيب وضح لنا التغريده هذه بس عشان لا. ملكي انت عارف شو تبي ملكي؟ الملكي انا اسالك معنى الملكي ايش هو بالضبط؟ انا اسالك الان انت وش قصدت فيها؟ الملكي خل عنك العميد والعالمي محسوم امره، تقصد الملكي؟ اي الملكي، انا اقول لك وش تقصد فيها بالضبط؟ الهلال ما اعرف غير الهلال الملكي.
ليش طيب ليش شكرتهم يعني؟ من يوم عرفت الدنيا وهو مسمى الزحف. لا عشان ما ندخل، لان جمهور الاهلي بيزعل علينا الان ويقول لك لا الاهلي والله اذا زعل، اذا شوف اي لان احنا دايم لانه في نزاع بين الاثنين وكل واحد له مبررات او كل جهه لها مبررات يتنازعون كيفما شاء، وانا مع لا من جمهور هلال ولا اهلي. هذا رايي انا، جمهور انه نادي الهلال هو النادي الملكي من يوم عرفت الدنيا. طب ليش ما طيب بعيدا عن لقب الملكي ليش ما شكرت الاهلي؟ ما شفت والله. انا شوف، انا بحسب تويتر عندي 100 والله ما ادري 60 وما ادري 62 ما ادري بالضبط. تستاهل اكثر. ولكن انا ما شفت احد يعني ايد، لكن حقيقه نادي الاتحاد رقم 1 وبعد نادي الهلال وبعد نادي النصر. انا اشوف الكثافه. اما الباقي اذا كان 1 2 ما اعتبره انه توجه كتوجه الاتحاد، واشكر جمهور الاتحاد شكر جزيل، من بعد جمهور الهلال ومن بعد جمهور النصر. طيب ابو محمد الان الحمد لله بالنسبه للاعبين كل الامور ما يرام في البعثه، ان شاء الله راح نشوف تواجد متكامل للشباب. يعني كان عندنا اشكاليه اللي هي اصابه الحارس الثاني حسين شيعان في مباراه النصر الوديه. كانت مقلقه بالنسبه لنا، وكان هناك يعني قبل ما يغادر الفريق لكوريا كانوا يشكوك حول انه هل يعني يذهب ولا يبقى ويروح الحارس في المنتخب الاولمبي اللي هو الحارس محمد عويس. في هذا الاثناء سافر اللاعب، لا قرروا يسافر ونجربه ونشوف، لان اصابته الغامضه ما كانت واضحه بشكل كبير. اللاعب نفسه استجاب للتمارين التقويه، واتضح انه اصابته خفيفه جدا. وانخرط التمارين واعلنا عنه انه تمرن، والغينا فكره انه محمد عويس يجي، مع انه اعطينا فيزا وفيزنا له كل شيء، لكنه خلاص. هذا اللي كان مقلق. نحن الحمد لله ما في، كل اللاعبين اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين، كلهم يعني مستعدين، وكلهم يعني اليوم التمرين ترى كان تمرين يعني انا يعني مع الفريق الان السنه الثالثه وعارف نفسيه اللاعب. ذهنيا حاضرين، الروح متقنه بالنسبه لهم، في اصرار على انهم يحققون نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب. الله يكتب التوفيق. يعني احنا لا ننسى بس مش مجرد مباراه ذهاب، حتى ان شاء الله ان الله كتب لنا فوز لا ننسى الاياب، وان الله ما كتب لنا نتيجه ايجابيه بتعادل او لا قدر الله بخساره، فان هناك مباراه كذلك في اياب لم تحسم الامور. صحيح. حسم الامور بعد مباراه الاياب. طيب طارق النوفل، انت تكلمت على روح اللاعبين الان. نعم. انا ودي اسالك عن روح مدير المركز الاعلامي بكل امانه. احنا دائما ناثني عليك يعني امامك ومن خلفك كعملك. لا تستاهل والله يا ابو محمد، مو بالعلاقه اللي بيني وبينك، بس انا المس هذا الشيء واشوف عندنا في الايميلات ونشوف دور مراكز الاعلاميه واخبارها. هذا مو بشيء جديد التميز، لكن انها توصل واخبارنا اللي عندنا تقول انه سواء في اليوتيوب، القناه اليوتيوب اللي انتم اطلقتوها في المركز الاعلامي او غيرها، حتى في تصوير اللاعبين، طارق النوفل هو من يقوم بتصوير اللقاءات. يعني توصل لهذه المرحله روح المركز الاعلامي، فاكيد يعني روح الاخويه اتمنى انك انت يعني توصلها لباقي مدراء المركز الاعلاميه. جزاك الله خير. اول شيء شوف احنا نعمل كفريق واحد، من المدرب ميشيل برودوم حتى اللي جمع الكور، كلنا حتى ندرس حتى في طاوله واحده في الاكل في كل مكان. ما في فرق بيننا الحمد لله. هذه واحده. الشيء الثاني انه في ظرف بالفعل، هناك مصور قناته رفضت، مع انه متعين رسميا عنده في النادي كمتعاون مصور فيديو، ياخذ اجازه مثل اي موظف ثاني، مخالف النظام المرسوم ملكي، عرفت؟ خالفوا، ما ادري ايش السبب. هذا يعني قناه انتم تعرفونها زين، ولكن خالفوا ورفضوا، وما عاد في وقت الان انه احنا نبحث عن بديل. واحنا ماشيين على سيستم واحد، سيستم اللي هو تصوير المعسكرات والمؤتمرات الصحفيه. مو معقول اني انا علشان والله اني انا مدير مركز اعلام ما اقدر اشيل كاميرا، شلت الكاميرا ولا فيها اي شيء، ولا بالعكس هذه رساله مش للي برا. انا ما علي من مدراء المراكز الاعلاميه، فيهم الخير وبركه ويدورون مراكزهم بالطريقه اللي يشوفونها، لكن هذه رساله لكل اللي في المركز الاعلامي معي كذلك، انه كلنا نعمل عشان انجاح العمل. انجاح الفريق اللي احنا قاعدين نشتغله. انا اوكي نعم رفعت الكاميرا وصورته، وما شغلتي اول مره في حياتي اشيل كاميرا فيديو، ولكن في النهايه هو المخرج، هو المنتج. هل منتج سليم ولا لا؟ اما مثلا تبي اوقف عشان البرستيج، ما برستيج، هذا معتبره عمل، هذا اسميه فشل. هذا اللي يزيدك طبعا تميز ابو محمد، يعني ما ينقص منك ابد، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وترجعون ان شاء الله بالنقاط الثلاث. نتمنى التوفيق للممثل الثاني
ممثل الوطن اللي هو النادي الاهلي ان شاء الله قدام سيول، نتمنى ان شاء الله التوفيق وان يكون ان شاء الله نهائي سعودي خالص. يعطيك العافيه، شكرا على روحك، يعطيك العافيه. شكرا لكم. كان معنا من اليابان الاستاذ طارق النوفل، مدير مركز اعلامي في نادي الشباب.